كفرنبيل بتستاهل. وما هو بس كفرنبيل، هو أكيد معرض حرمة وحزارين والشيخ مصطفى والهبيط ووصولها لريف حماة الشمالي، أصحاب الفاتورة الكبيرة اللي تهجر عليها كل أنحاء سوريا التهجير الأول حتى عام 2019، وتهجروا مرة ثانية من عام 2019 اتجاه الحدود السورية التركية وعلى المخيمات. يعني أصحابها وأهلها تهجروا مرتين وعاشوا المر مرتين. كفرنبيل هلا حاليا مدينتي اللي هي بتحتاج لوقفة من جميع المجتمعات المتواجدة اللي بتقدر توقف معها حملة أهلية أقل تقدير من أبناء مدينة كفرنبيل. مثل أي مدينة قاموا أهلها وناسها بحملات خاصة فيها، نحكيها في المشرمحة. في عندك فتحة الريقار، هي عم بيروح فيها ناس بيموتوا بحوادث، اللي ما قتل في قصف وفي طيران، وما قتل في تشليح وفي غيرها، قتل عم بيموت بطريقه وهو رايح يجيب خبز. فهي بتحتاج ما انك تنظفها وتجهزها وتكون جاهزة، وإسا تأمن لها السدة بتكلفك تقريبا $100. فهي الحملة بتحتاج لأنه مبدئيا للبنى التحتية وكل شيء بيحتاج لهي المدينة من تنظيف للشوارع. يعني هذا تنظيف مبدئي، هي بحد ذاتها ترحيل الرديم كلياته بيحتاج لمبالغ ضخمة جدا. لهيك كونوا معنا في هاي الحملة وشاركونا عبر الروابط المتواجدة هون، شباب كويسين وقايمين عليها، عبر الروابط، عبر أرقام التواصل اللي رح نحط لكم إياهن في التعليقات، لحتى تكون سند وعون لأهالي هاي المدينة. الخيمة صعبة، وبنتمنى من كل مدينة أيضا ما تنتظر شيء اسمه إعادة الإعمار. إعادة الإعمار هو كذبة من 14 سنة بيحكوا فيها الدول وغيرها. إعادة الإعمار لما بدهم يمرقوا أنفسهم منها بيقولوا هي البنى التحتية فقط. وإذا بدك تنتظر الدولة، طالما الدبابة شغالة والحرب شغالة والتحركات شغالة، ما راح يوصل فرنك ولا ليرة لحتى يصير في إصلاح للبنى التحتية. لهيك إذا أنت بخيمتك وبنتظر شيء اسمه إعادة إعمار فأنت غلطان يا أخي. أنا بحب أكون صريح، والصراحة المرة اللي بدي أحكيها، ما في شيء اسمه إعادة إعمار. وانتظارك للدولة لتصير إعادة إعمار لحتى تبني نفسها الدولة وتأسس جيشها وأمنها وتوقف على القليل حركة الدبابة والBMP، حركة الجهاز الأمن العام وغيره وغيراته، المصاريف الهائلة لحتى توقف هي، لحتى يزيد عندها إيرادات لسه ما في حقيقية. لساتك في ساحة حرب، لساتك في حالة حرب، لذلك أنت ما في عندك توفير. لهيك يا جماعة، كل مدينة وكل قرية وكل بلدة مثل ما كثير من القرى اشتغلت بين بعضها حملات لحتى أقل تقدير تصير المدينة قابلة للعيش. لهيك كونوا مع أهل مدينة كفرنبيل، كونوا مع أهل مدينة حاس، كونوا مع أهل كفر روما، حاس، معرض حرمة، الريف الجنوبي كلياته، الهبيط، ما بقدر أعدها، عشرات القرى والبلدات اللي انمحقت وانسحقت سحق لحتى نوقف جنبها. كل مدينة تطلق حملتها بنوقف جنبها وبنساعدها، وبنبدأ من هون من مدينة كفرنبيل. واللي ما في خير لأهله ما في خير لبلده، وبنبدأ من أهله في مدينة كفرنبيل.